مساء الخير يا كابتن خالد، ازاي سيادتك؟ معلش خليت حضرتك مش لواء طبعا. مع الوقت الكابتن باذن الله. حضرتك ايه؟ كابتن زي سيادتك دلوقتي. تمام. اصل انا قلت اللواء. وبعد كده انت عارف اللواءات خطر دلوقتي. لا عشان كده دلوقتي كابتن مع سيادتك. طيب استاذ محسن، احكي لي اللي حصل. يعني انت دلوقتي 17 يوليو ده فتح باب القيد لكل الانديه لقيد لاعبيها. انتوا ايه اللي حصل؟ بالظبط يا كابتن خالد، احنا وصل لنا فاكس من الاتحاد المصري لكرة القدم ان فتح باب القيد يوم 17. تمام. احنا تقدمنا يوم 17 لكن المنطقة عاوزين نقول اتحججت ان هي في يوم اجازة. خلاص ما فيش مشكلة. ما رضتش تفتح المنطقة وده حقهم. في اليوم التالي اللي هو امبارح انا قابلت الكابتن سيد علي مدير المنطقة بنفسي وقلت له احنا عندنا، بس خد بالك يوم 17 ده امبارح. اسف 18 يوم 16 يوم السبت. يوم 16 امبارح 17 وفتح باب القيد كان امبارح وتم قيد سيد حمدي امبارح. مظبوط كده. انا رحت المنطقه انا عشان سيادتك تبقى بالصوره، انا رحت يوم السبت وكلمت الكابتن سيد علي مدير المنطقه. تمام. هو بالنادي الاهلي. لان الوقت في راي بيقول ان النادي الاهلي مصلحته، لا احنا بنقول مصلحه كل الانديه ومبدا تكافؤ الفرص امام يا ده في قانون هم باعتين للاتحاد الدولي حتى بموضوع ميدو ما كان هيفتحوا يوم 10/6 قال لك لا عشان تاخير الموسم احنا قررنا فتح باب القيد لكل انديه مصر 17 يوليو. ما فيش بقى مصلحه اهلي مش مصلحه اهلي، اي نادي يوم 17 يوليو عايز يأيد هيأيد، خلاص قصه مختلفه. 17 يوليو ده فتح باب القيد لجميع الانديه. رفض تماما. ليه بقى؟ بدون ابداء اي اسباب. طلبت منه حتى انه يأشر لي على الورق ان ما فيش اي حاجه بالنسبه للقيد. رفض يأشر لي على الورق. في الاخر انا اضطريت، اسف ان انا حررت محضر اللي رقمه قدام سيادتك في اسم المناخ. تمام. رقم 1770. مظبوط كده، برفض منطقه بورسعيد قيد استلام قائمه النادي المصري الاولى. طيب شكرا استاذ محسن شكر. اتفضل حضرتك عندك حاجه ثانيه؟ الو. ايوه استاذ محسن اتفضل. كابتن خير، انا عاوز اقول بالنسبه عقد الكابتن احمد شديد قناوي. تمام. احنا مش عاوزين نعمل زي ولا تقربوا الصلاه. نبص للجزء الاولاني وما نكملش الاخر خالص، في شرط خاص واضح تماما. انا عندي وهظهره بعد اذنك. شكرا. طيب معانا الاستاذ محمد ياسين الناقد الرياضي وايضا هو عضو مجلس اداره منطقه بورسعيد او نائب رئيس منطقه بورسعيد. استاذ محمد زي حضرتك؟ كابتن خالد. استاذ محمد، يعني توجه امس النادي المصري البورسعيدي لوضع القائمه الاولى لفريق النادي المصري، وعلى حد علمنا وعلم الجميع ان هو تم فتح باب القيد لجميع أندية مصر ابتداء من يوم 17 يوليو، وتم إبلاغ هذا الميعاد من قبل الاتحاد المصري للاتحاد الدولي بعد ما كان الميعاد القديم 10/6، وحتى لم يتم قيد ميدو في هذا الوقت لأن تم تغيير فتح باب القيد إلى يوم 17 يوليو. توجه النادي المصري أمس لمنطقة بورسعيد لقيد اللاعبين، ولكن قوبل هذا الموضوع بالرفض، وحتى رفض وضع تأشيرة بالرفض. ما صحة هذا الكلام وما رأيك، خصوصا ان النادي المصري توجه وعمل محضر ضد منطقة بورسعيد رقمه 1770؟ اتفضل. تمام. طبعا بحييك طبعا يا استاذ خالد، وعايز اوضح حاجه بس صغيره، ان الكلام ده عالي تماما من الصحه، وللاسف ان الكلام اللي قاله انا ما كنتش عارف مين معاك على الهوا. الاستاذ محسن شتا مدير عام النادي المصري. الاستاذ محسن شتا راجل يعني احنا بنقدره تماما، وعلاقتنا متميزه مع جميع انديه بورسعيد. كل الانديه لما بيبقى في اي موضوع يرم بالقانون بننفذه فورا. وانا فوجئت بالكلام اللي بيتقال ده ومكتوب على موقع النادي المصري. الكلام ده هم بيخرجوا عن الحقيقه تماما. كل ما في الامر ان هم عندهم خلاف بينهم في اختلاف مع كابتن احمد شديد قناوي في العقد. الموضوع ده مش من اختصاصاتي انا، من اختصاص ليا من شؤون اللاعبين. وبالفعل النهارده يمكن منذ دقائق الاستاذ كامل ابو علي على الهواء في احدى القنوات الفضائيه قال هذا الكلام، وقال ان انا في مشكله هصعدها للفيفا. ده حقه، اذا كان هو حقه سليم او عقده سليم مع احمد شديد قناوي، فانا اعتقد ان منطقه بورسعيد بعيده تماما عن هذه المشكله. طب معلش يا استاذ محمد، احنا دلوقتي انا ما سالتش حضرتك على شديد قناوي خالص، انا بقول لك يوم 17
بيتم فتح باب القيد لجميع الانديه، صح ولا غلط؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اقول لك كلمه بس. يعني طب هسألك سؤال تاني دلوقتي. اسمعني بس، انا دلوقتي مش عارف معايا جواب اهو. يا كابتن خالد من فضلك، اتفضل. انت حضرتك بتقول انت ما انتش مدافع عن النادي المصري، لان ما فيش حد هيزايد على النادي المصري. انا بحب النادي المصري. طب يعني فتح باب القيد مش 17؟ مين؟ بص ده راجل جايب لي جواب بيطلب مني طلب، بيقول لي احنا اول امبارح كنا اجازه، فقال لي انا عايز كلمه منك واحده بس، القيد يوم امبارح اجازه يا كابتن خالد من لا فضلك. انا واحده والنبي يا استاذ محمد، والله انا هفهمك بس. امبارح كان اجازه يوم السبت، هو جاي بيكلمني يوم السبت. اجازه السبت؟ اجازه عندي انا السبت، عندي في المنطقه اجازه السبت. السبت ده يوم 16 يا سيدي ماليش دعوه بال 16 وبال 15، انا طول عمري المنطقه عندي اجازه جمعه وسبت. طب يعني في الاتحاد وفي المناطق كلها جمعه وسبت اجازه. ايوه، هو كان امبارح بيطلب مني طلب بعيد عن القايمه، ومفيش حاجه اسمها قايمه. ايه اديني مبرر للقايمه؟ في حد يعني هو جالك يوم السبت ولا جالك امبارح؟ بيكلمني يوم السبت في التليفون، فبيقول لي من فضلك انا عايز خدمه كده بنفس اللفظ، انا في عرضك نفس اللفظ كده. قلت له اؤمر. قال لي انا عايز المنطقه تتفتح. قلت له المنطقه النهارده بقى قافله، ايه المطلوب بكره؟ حقك روح المنطقه، واللي انت عايزه كله انا اعمله لك، حقك بالقانون. يا برافو عليك يا استاذ محمد. يعني انت حضرتك بتقول ان الجمعه والسبت المناطق بتبقى قافله والاتحاد قافل، وهو طلب منك تفتح استثناء للنادي المصري يوم السبت وانت رفضت، قلت له بكره. مش سامع كويس، بتقول ايه؟ الجمعه والسبت المناطق والاتحاد قافلين. المنطقه بالنسبه لي انا ماليش دعوه باي حد، انا منطقه بورسعيد المسؤول عنها، عندي في اجازه جمعه وسبت. ما هو جمعه وسبت دي الاتحاد الكوره والمناطق كلها. اتحاد الكوره يا كابتن خالد، ما تدخلنيش دي مشكله ثانيه. اتحاد الكوره يفتح يقفل دي مش مشكلتي انا مشكلتي انا كمسؤول كمجلس اداره، عندنا اجازه رسمي يوم الجمعه والسبت. تمام. هو توجه ليك امبارح عشان يأيد اللعيبه ولا ما جالكش امبارح؟ يا سيدي الفاضل وصل وجاب جواب بيقول في ايه يا كابتن خالد، اللي بيتكلم ما يتكلمش من دماغه هو لوحده. تمام. بيقول ايه بقى؟ مبرر ايه هي القايمه؟ هو عنده بطوله افريقيا عشان القايمه. مين في النادي في مصر راح غير النادي الاهلي يقدم القايمه الاولى؟ اديني نادي في مصر غير النادي الاهلي. طب اسالك سؤال تاني. هي القايمه هتتفتح امتى؟ يا سيدي الفاضل انا هرد عليك اهو، اسمعني. راجل باعت لي جواب بيقول لي من فضلك قول لي القيد امتى؟ في قيد ولا ما فيش قيد؟ قلت له انت مش باعت لي جواب رسمي؟ خدت الجواب الرسمي ده وقمت بعته لاتحاد الكوره صاحب القرار، قلت له يا اتحاد يا كوره يا مدير يا تنفيذي، احنا منطقه بورسعيد قايده خطاب من النادي المصري عايز بيستعلم فيه مواعيد القيد، من فضلك رد عليا حتى يعني اتمكن من الرد على النادي المصري. وقمت كاتب على الخطاب صوره للنادي المصري زي ما بعت لاتحاد الكوره. اسالك سؤال، اصبر عليا بقى، اصبر عليا. دلوقتي انا معايا جواب من المهندس ايهاب صالح الاتحاد المصري لكرة القدم. السيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إيماء إلى خطاب سيادتكم الوارد إلينا بتاريخ 5/6/2011 بخصوص الاستفسار عن تاريخ نهاية عقود اللاعبين لهذا الموسم، نحيط سيادتكم علما أنه طبقا لائحة شؤون اللاعبين فإن نهاية الموسم تنتهي بنهاية المسابقات الفعلية المنظمة من قبل الاتحاد المصري. يرجى التفضل بالعلم بأن مواعيد القيد للموسم الجديد سوف تبدأ في 17/7/2011 وسوف يتم اختاركم بالمواعيد تفصيليا فور تحديدها. دلوقتي امبارح منطقة السويس فتحت وتم قيد السيد حمدي، صح ولا غلط؟ دي فتحت منطقة. انا النهارده لو النادي المصري عنده بطولة ماليش دعوة عنده بطولة، احنا بنفتح القيد. يا احنا ما بنفتحش القيد، اتحاد دولي ما بيفتحش القيد على مزاجه. مين هو اصلا استلم القواعد يا كابتن خالد؟ استلم القوائم اصلا هو اصلا النادي المصري استلم القوائم اصلا عشان يبعت القائمه الاولى. قائمه بطوله ايه؟ هو عنده دوري بكره؟ القائمه الاولى هي القائمه اللعيبه القدامى، اما القائمه الثانيه فهي هي اللعيبه الجدد. الاهلي تم استثنائه في القائمه الثانيه عشان يحط سيد حمدي لانه لعيب جديد، فمن حق اي نادي ان يودي قائمه بدايه من يوم 17. تمام. طيب ما هو ودى لك قائمه، ما انت ما حطيتهاش ليه؟ ما وديليش قائمه خالص، وبقول لك وبتحدى انا اللي بقولها لك اهو. يعني ما جابلكش اي حاجه امبارح هو؟ يا سيد الفاضل ما وداش قائمه، هو عايز حاجه واحده بس طالبها مني. قول لي اديني اختار على ده،
قول لي امتى مواعيد القيد؟ قلت له عين الاثنين. ثانيه واحده. يعني معنى كده ان الاتحاد المصري لكرة القدم لم يبعث باي فاكس رسمي او اي ورقة بتقول ان باب القيد هيتفتح يوم 17/7. ما بعت لي، انا بقول لك اهو بدليل. يا كابتن خالد بعد اذن حضرتك، هو انا هتنصل؟ اذا كنت انا راجل وراجل واضح جدا. الجواب اللي بعته لاتحاد الكوره بالامس بعت له صوره للاستاذ محسن شتا. تمام. يبقى انت كده خلاص القصه براك يا استاذ محمد، انت وضحت الصوره، ونرجع تاني للاستاذ محسن شتا. استاذ محسن، انت كده خلاص القصه براك يا استاذ محمد. وطي التلفزيون يا استاذ محسن.